جبت لكم بقى النهارده اسهل طريقه ممكن تجربوها للقراقيش. ولا هنعجن ولا هنفرد، حاجه كده سهله وسريعه، وهنعملها في الصينيه على طول. هتطلع معاكم ما شاء الله روعه ومقرمشه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. عندي هنا حوالي نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. بنزل عليهم معلقتين ونص من السكر، 3 معالق كبار من السمسم المحمص، رشة ملح، كيس خميرة، كوباية الا ربع من السمنة على ربع كوباية من الزيت. باخد الكلام ده كله وبقلبه كده وبقعد افرك كده فيه لمدة دقيقة. تمام. بعد كده بنزل عليه بكوباية الا ربع من المية الدافية، وبلم العجينة، مش بعجنها، بلم العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، بلمها كويس بتتلم معاكم بكل سهولة. دي مقادير مظبوطة لنص كيلو دقيق. بصوا العجينة شكلها ما شاء الله وملمسها حاجة كده اللهم بارك. بركنها لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة بجيب كده صينية أي مقاس عندكم، كل ما تحبوها رفيعة كبروا في الصينية. تمام. بجيب كده الصينية معلقة من رشة كده بسيطة كده من الزيت، وبجيب عندي العجينة وبفردها بكل سهولة زي ما انتوا شايفين، وبشكلها بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده التشكيلة اللي تفضلوها. تمام. وبسيبها وبركنها لمدة ساعة الا ربع. بعد الساعة الا ربع بتكون غمرت معايا شوية، بحط عليها معلقة من القشطة أو لبن المتوفر عندكم، وبضيف كده على الوش زي ما انتوا شايفين كده، وبضيفها على الوش. بكون محضرة الفرن على درجة حرارة 200. كده كده ما بتاخدش وقت في الفرن خالص، يعني تقريبا ربع ساعة. وبعد كده بنولع عليها الشواية. بغطي الوش كده كويس معلقة القشطة اللي قلتلكوا عليها، ورشه كده من السمسم من على الوش. ربع ساعة بولع الشواية، بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله. شوفوا، انا عايزة بقى اوريكم الملمس بتاعها، حاجة كده اللهم بارك، دايبة كده وسهلة وسريعة وما خدتش وقت يعني، ولا عجلنا ولا اي حاجة. بيدوبك بنلم المقادير، بنحطها على بعض وبنركنها شويه، وبعد كده بنفردها في الصينيه زي ما انتوا شفتوا، وبنسيبها حتى تخمر في الصينيه لمده ساعه الا ربع. بصوا السمك بتاعها، ولا بصوا يعني ما شاء الله ريحه السمنه فيها باينه قوي، طعمها تحفه. طبعا جنب كوبايه شاي كده مفيش احلى من كده. دي اسهل طريقه انا جبتها لكم للقراقيش. الناس بقى اللي ملهاش بقى تقل على القراقيش ووجع الدماغ، دي سهله وبسيطه وسريعه، ومكوناتها تقريبا موجوده في كل بيت. جربوها بالمقادير اللي قلت لكم عليها، ان شاء الله هتعجبكم. واتمنى بقى لو الوصفه عجبتكم لايك وشير واشتركوا في القناه. اشوفكم على خير، سلام.